السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو إيه حكاية حقنة البرد؟ وليه كل الناس بتقول عليها إنها خطر؟ ليه في ناس بتتعامل معاها كأنها سحر وناس تانية بتقول عليها إنها غلط؟ إيه الحكاية؟ أهلا بيك، أنا عبد الرحمن، والنهاردة هنتكلم عن ليه كل الناس بتقول عن حقنة البرد إنها غلط. حط لايك واشتراك للفيديو وتعالى نشوف الموضوع ده سوا. أول حاجة، حقنة البرد في الحقيقة مش حقنة واحدة، ده خليط من 3 أدوية: مضاد حيوي وكورتيزون ومسكن قوي. طب ليه بقت متهمة إنها خطر؟ أول سبب إن 90% من نزلات البرد بتكون فيروسية، والفيروس ما بيستجيبش للمضاد الحيوي، لكن بيستجيب المضاد الحيوي لو في عدوى بكتيرية فوق البرد. يعني البرد الفيروسي لوحده ما بيستجيبش للمضاد الحيوي، وده يعتبر أول جزء من الحقنة أصلا ملهوش لازمة، وأنت كده بتضرب جسمك بمضاد حيوي من غير سبب. طيب إيه المشكلة؟ المشكلة إن أنت كده بتزود حاجة اسمها مقاومة المضاد الحيوي، يعني لو محتاج مضاد فعلا مش هيتفاعل مع جسمك زي الأول. السبب التاني، الكورتيزون هو بيريح الجسم وبيفتح النفس، بس لو اتاخد من غير داعي ممكن يقلل المناعة مؤقتا ويرفع السكر ويرفع الضغط ويعمل لخبطة في النوم، وممكن مع التكرار يعمل هشاشة عظام، يعني اللي المفروض يساعدك في البرد ممكن يزود التعب في جسمك. السبب التالت إن بعض الناس عندها حساسية من مكونات الحقنة، وده ممكن يسبب حكة في الجلد وتورم أو ضيق في التنفس، ونادرا يحصل رد فعل خطير. السبب الرابع، المسكن القوي اللي فيها ده بيخليك تحس إنك خفيت، لكن الحقيقة إنك بس سكنت الألم، فالناس تقوم تتحرك بعديها والتعب بيزيد بزيادة فترجع تاخد حقنة كمان. السبب الخامس، إن كل ما حد يعطس أو يجيله شوية كحة بسيطة يجيله واحد صاحبه أو واحد قريب منه يقول له روح خد حقنة، وده أكبر غلط، لأن الكوكتيل اللي في الحقنة ده تقيل على الجسم، يعني ضغط على الكبد والجهاز الهضمي وتعب في الجسم بشكل عام. السبب السادس، تكرارها، في ناس بتاخدها كل شهر، وده بيدخلها في دوامة تانية من مشاكل كتيرة، وأكترها إن مناعتك نفسها بتضعف. فنصيحة مني، ما تاخدهاش كتير. بس كده خلصنا، سلام.